الأستاذ حسب الرتب الموزعة من أستاذ إلى أستاذ المحاضرات إلى أستاذ مساعد. عدد طلبة الدكتوراه المنتسبون إلى جامعة بلدنا واحد 1119 طالب يحضر في شهادة الدكتوراه. يحق للجزائر اليوم أن تعتز بما تزخر به من جامعات ومعاهد من أساتذة وطالبات وطلاب ذوي التأهيل العالي، إنهم رأس مالها في بناء حضارتها وعزتها. إن الرهان الحقيقي ليس ثروتنا وكنوزنا المدرسة في باطن الأرض. إذا بمناسبة اختتام السنة الجامعية لسنة 2022-23 نشكركم على التواصل معنا وحضوركم حفل هذا اختتام السنة الجامعية التي سيشرف عليها السلطات الولائية وعلى رأسهم السيد والي الولاية المحترم. هذه الاختتام السنة الجامعية يتمثل في تقييم الجهد اللي قام به الطلبة على مدار سنة كاملة من الجد والاجتهاد، واليوم في هذا الاختتام سنقوم بتكريم طلبتنا النجباء في كل التخصصات، وكل من كانت له أيادي بيضاء في تقديم الخدمة العلمية والفكرية للمؤسسة سيناله التكريم. وبهذه المناسبة الكريمة ونحن نحتفل بالذكرى 61 لاستقلال الجزائر، نهنئ أنفسنا ونهنئ شعبنا بهذا العيد، عيد الاستقلال وعيد الشباب الذي جاء نتيجة تضحيات جسام. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الطالبة مشلق نوال، ماستر 2 علم النفس، تخصص علم النفس العيادي. أولا الحمد لله حمدا كثيرا، فالفضل يعود إلى الله سبحانه وتعالى اللي وفقني لأني وصلت إلى هنا. وبهذه المناسبة أود أن أشكر رئيس الجامعة البروفيسور عبد السلام ضيف وعلى هذا التكريم، وكافة الأسرة الجامعية. الطالبة روضة صفايا، سورية، تخصص أدب عربي، الأولى على دفعتي في الليسانس، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. أشكر جامعة باتنا واحد، أشكر الدكتور عبد السلام ضيف، أشكر جميع دكاترتي الكرام الذين أعانوني للوصول إلى هذا التفوق، وأهنئ نفسي وأهنئ جميع الطلبة المتفوقين، والحمد لله رب العالمين. أشكر والدي الكرام، أشكر أبي رحمه الله وأمي حفظها الله وجمعني بها في جنات وجمعني بها في الدنيا وجمعني بوالدي في جنات النعيم. وأتمنى العودة إلى سوريا الحبيبة بهذا التفوق. الحمد لله. أشكر الجزائر الحبيبة من كل قلبي. ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أنا طالبة شاوي كوثر، أدرس في جامعة الحاج الأخضر باتنا، طالبة للحقوق ماستر 1 تخصص قانون البيئة والحقوق، قانون البيئة والتنمية المستدامة. أهدي شكري للجامعة لحفلها الاختتامي هذا، وكذلك لوالدي وإخوتي. أنا معكم الطالبة من سور سمرة، قسم كلية الحقوق والعلوم السياسية. أريد الحمد لله لأن كل هذا بفضله، وأريد أن أهدي تخرجي هذا لوالدي وأمي، وشكرا لكم على استضافتكم في هذا الحفل المميز.